والآن ندعو السيد هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة لشرح مكونات المشروع وإجمالي الاستثمارات التي سيتم ضخها والعوائد المتوقعة وفرص العمل التي سيتم توفيرها. بسم الله الرحمن الرحيم. دولة السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، معالي وزير الإسكان، الحضور الكرام، قامت الدولة مؤخرا بإعادة تخطيط الساحل الشمالي الغربي الذي يتمتع بميزة نسبية غير متواجدة في كثير من بلاد حوض البحر الأبيض المتوسط، حيث اعتدال المناخ على مدار السنة والشواطئ وطبيعة البحر، ويتمتع بجو لطيف معتدل في شهور الصيف. اتجهت الدولة لعمل تغيير استراتيجي في مراكز جذب كبيرة لتعظيم العوائد الصحية والترفيهية والخدمية والاستمتاع بهذه الإمكانيات الكبيرة، حيث تم ذلك من خلال جذب الاستثمارات العالمية لتطوير هذه المناطق مثل مشروع راس الحكمة والساوث ميد الذي يعلن عنه اليوم، حيث يتم تطوير مشروع الساوث ميد بفكر عالمي ليضاهي أرقى وأفخم المقاصد العالمية المتوفرة في شمال البحر الأبيض المتوسط مثل شواطئ جنوب فرنسا وإيطاليا وأسبانيا واليونان. يحتوي مشروع الساوث ميد على مارينا دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية في البحر المتوسط، لتصبح مصر واحدة من أهم الوجهات السياحية الواعدة والأكثر جذبا للسياح في البحر الأبيض المتوسط، وقرب المشروع من مطار العالمين الدولي 15 دقيقة بالسيارة. ويتم تطوير المشروع على مساحة 23 مليون متر مربع باستثمارات تريليون جنيه بما يعادل نحو 21 مليار دولار أمريكي من خلال مجموعة طلعت مصطفى التي لها تاريخ طويل مشهود في تطوير المدن الحديثة المتكاملة والذكية والفنادق ذات السمعة الفريدة التي قامت بتطويرها داخل جمهورية مصر العربية. كما أن المشروع يأتي كنموذج شراكة تقوم به الدولة مع القطاع الخاص في كل المشروعات العقارية بما يتماشى مع سياسة تخارج الدولة وتشجيع القطاع الخاص المصري للقيام بدوره في تنمية الاقتصاد الوطني. وعليه نؤكد أن الاستثمار المحلي قادر على توليد وتطوير مشروعات تضاهي المشروعات العالمية لخلق قيمة مضافة حقيقية لجمهورية مصر العربية واقتصادها الوطني. ويشهد هذا المشروع على خلق بيئة تنافسية بين الاستثمار المحلي والاستثمار الأجنبي لإتاحة الفرص الاستثمارية الكبيرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي على حد سواء. العوائد الاقتصادية لمشروع الساوث ميد: من المتوقع أن يجذب المشروع الذي يتم تطويره بفكر وتصميم عالمي ليكون وجهة سياحية عالمية عوائد دولارية ضخمة للدولة المصرية من خلال تصدير العقار وجذب استثمارات أجنبية في السوق العقاري المصري، بالإضافة إلى الزيادة المتوقعة في تدفقات أعداد السياح الوافدين لجمهورية مصر العربية، حيث يحتوي هذا المشروع ولأول مرة في مصر على نموذج فريد وهو فكر الرينتال بروجرامز، حيث تتدار بعض الوحدات من خلال شركات إدارة فنادق عالمية لتغطي الفترات خلال العام خارج شهري يوليو وأغسطس. ومن المتوقع أن يكون معظم هذه الزيادة في أعداد السياح الوافدين من الشرائح الأكثر إنفاقا من دول أوروبا والمملكة المتحدة والدول العربية، بفضل الموقع الاستراتيجي لمشروع الساوث ميد الواقع بين كيلو 165 إلى كيلو 170 غرب الأسكندرية، حيث يستغرق زمن رحلة الطيران من أوروبا أو الخليج نحو 3 ساعات في المتوسط وصولا إلى مطار العالمين الدولي الذي يبعد 15 دقيقة فقط عن المشروع. تبلغ قيمة المبيعات المتوقعة لمشروع الساوث ميد حوالي 1.6 تريليون جنيه مصري، ما يقرب من 35 مليار دولار أمريكي، وهو أكبر قيمة مبيعات لمشروع سياحي عقاري متكامل في تاريخ جمهورية مصر العربية. وهقول لحضراتكم خبر صار. تم فتح باب الحجز أمس الساعة 5 بعد الظهر لغاية 5 الفجر. المشروع حقق مبيعات
حقيقية 60 مليار جنيه. 60 مليار جنيه، وهذا الرقم لم تسمع عنه مصر من قبل في أي من مشروعاتها العقارية أو السياحية أو المنطقة العربية. وهو ما يؤكد أن الاستثمار المحلي قادر على توليد وتطوير مشروعات تضاهي المشروعات العالمية لخلق طلب عالمي جديد بنوعية راقية جدا من الخدمات الفندقية والترفيهية والشاطئية. وفي ضوء دور مجموعة طلعت مصطفى ستؤدي مبيعات المشروع إلى تعظيم عوائدها بشكل مباشر، وبالتالي خلق قيمة مضافة تعود بالفائدة على مساهمي الشركة والاقتصاد الوطني المصري. سينتج عن تحقيق المبيعات المتوقعة للمشروع أثر إيجابي مباشر للاقتصاد الوطني من خلال زيادة حوالي 2.4 تريليون جنيه إضافية إلى الناتج القومي الإجمالي، حيث أن النسبة المتعارف عليها 1 جنيه للإنفاق في مجال المبيعات العقارية يولد 1.5 جنيه في الناتج القومي. سيولد هذا المشروع دخل حقيقي للدولة المصرية من خلال مشاركتها في المشروع وعوائد الضرائب السيادية 1 تريليون جنيه. سيولد هذا المشروع للدولة المصرية من خلال الضرائب السيادية المباشرة وعوائد المشروع، حصة الدولة في عوائد المشروع 1 تريليون جنيه، أي ما يقرب من 21 مليار دولار. وعليه فإن الحصيلة من الضرائب السيادية في الموازنة العامة للدولة سترتفع إلى ما يقرب 283 مليار جنيه، حيث تمثل نسبة الضرائب 11.8% من الناتج القومي الإجمالي وفقا للمؤشرات الحالية للحكومة. بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة تصل إلى 1.6 مليون فرصة عمل مباشرة من خلال الصناعات المرتبطة بصناعة الإنشاء والتشييد والخدمات والصناعات التكميلية الأخرى، حيث أن معدل توفير فرص عمل واحدة يقوم بإنفاق 450 ألف جنيه سنويا، وهذه بيانات مدققة معلنة من الحكومة المصرية. وإذ نود أن نتوجه بالشكر للقيادة السياسية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تشجيعها لهذا الاستثمار المباشر الخاص المحلي والأجنبي، والذي بدوره سيكون له أكبر الأثر على نمو الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادنا الوطني وخلق فرص عمل ورفع مستوى معيشة المواطن المصري. شكرا جزيلا.